ورجعنا لكم مرة تانية لأنواع مشجعين مانشستر يونايتد الجزء الثاني. عملنا حلقة قبل كده عن مشجعين مانشستر يونايتد، قلنا في نوعين، والنهارده هنقول 3 أنواع باقية لمشجعين مانشستر يونايتد. من غير كتر كلام، معاكم محمود عاشري من 5 في عينك، ويلا بينا نبدأ. النوع الثالث كبير على نفسك، نوع مشجع اليونايتد اللي لسه عايش في أوهام الماضي وبيقنع كل اللي حواليه إن اليونايتد لسه كبير إنجلترا محليا وأوروبيا، وعمره ما كان كبير إنجلترا أوروبيا أصلا، وطول عمرها ليفربول. بس هو مشجع يا عيني بيخلق أوهام وإنجازات في دماغه، وده لأن حال فريقه بقاله 11 سنة يصعب على الكافر ويحطك في مصحة نفسية مستريح من ساعة ما أليكس فيرجسون راح في الخلعون وكريستيانو في النفخون، والنادي عمال يتدقلج من سيء لأسوأ. وكل ما النادي يخش في مرحلة أسوأ المشجع ده يتوهم ويتخيل أكتر، لسه مفكر نفسه معلم على ليفربول وكعبه عالي عليهم، وهو يا عيني من فترة للتانية يبلع سكور من ليفربول إشي 7 وإشي 5، ولسه لحد النهارده كل ما تكلمه يقول لك أنا المتوج التاريخي بالدوري، وليفربول يا دوب فاضل لها 2 دوري وتعديه. وخلينا نكون صراحة، ليفربول أي نعم داخل على فترة ضحك خام، بس نسبة وصول ليفربول ل2 دوري أسهل بكتير من نسبة توسيع الفارق لليونايتد اللي مش هياخد دوري ل7000 سنه قدام. المشجع اللي فريقه بيتاهل لدوري الابطال مره كل 3 سنين، ولما بيتاهل يا بيتم طرده للدوري الاوروبي زي حبايبنا الكتالان، يا بيتم طرده من دور ال16 على الهادي كده زي حبايبنا الكتالان برضه، ويقول لك كبير انجلترا في دوري الابطال. يا راجل ده مشوارك في دوري الابطال اقصر من عبد الفتاح الاسري. ليفربول يوصل نهائي الابطال يقول لك بس بذمتك وين روني حراق صح؟ ليفربول ياخد الابطال يقول لك بس ايه رايك في راين جيجز وسكولز وبارك؟ لسه مش عايز يخرج من فقاعه 2008 عشان لو خرج هيتفاجئ بالواقع المر ان راين جيجز اتبدل براشفورد وكريستيانو اتبدل بانتوني، وسكولز اتبدل بمرابط وحاجه كده يا وجع القلب خالص. فيا عم الشيطان الاحمر فوق فوق، انت عندك انتوني اعظم من داعب كره القدم، ليه تعيش على امجاد الماضي لما ممكن تموت من امجاد الواقع؟ افرح بانتوني، افرح بالتنهاج، وخليك متفائل عزيزي المشجع، خليك متفائل ان فريقك مسيره يخرج من دور الثمانيه في يوم من الايام. قبل ما اخش على النوع الثاني، واجب التنبيه ان الحلقه دي مطلوبه مخصوص من العضو المنتسب للقناه نايف، ولو حابب تنضم لاسرتنا وتكون عضو منتسب، اهم شيء هيميزك هو انك لو اقترحت نوع حلقه هيكون ليها الاولويه للنزول قبل اي حلقه تانية، والانتساب بسعر رمزي قليل جدا. ويلا بينا نخش على النوع اللي بعده. النوع الرابع عنتر جبنه، نوع المشجع لمانشستر يونايتد اللي محدش طايقه في انجلترا كلها، مشجع عامل خناقه مع كل من هب ودب، مفيش مشجع فريق تاني الا ورفعوا على بعض مطاوي. عارف انت ابراهيم الابيض لما دخل على الزرازير ودب خناقه مع المنطقه كلها؟ اهو المشجع ده عايش دور ابراهيم الابيض، يخش على مشجعين فرق الدوري الانجليزي كلهم مزيد جسمه، فاتح صدره، سندوتشاته في كيسه، مطوته في جيبه، واللي بيلمحوا بيمرجحوا. يخش على الارسنال يذل اللي جابوهم انهم معهمش دوري ابطال وزوجة البايرن المفضله. يخش على تشيلسي يذلهم بالابطال اليتيمه الزياده اللي عليهم. يخش على ليفربول ويتفشخر بالدوري اليتيم الزياده عنهم. يخش على السيتي يذلهم بالتاريخ والجغرافيا والحنيكه الفارغه. يخش على توتنهام يجيب منهم عيال صغيره، ما توتنهام ده فريق عره بصراحه والوحيد اللي يستحق التحفيل عليه. يخلص خناقه مع كل دول، يخش على مشجعين الدوريات الثانيه، مش عاتق حد، انا اكبر نادي في اقوى دوري في العالم يا دوريات وضيعه، ويجي ريال مدريد ولا برشلونه يديله على دماغه ويرجع تاني يتخانق مع فرق انجلترا. يا راجل يا طيب، ده كوبنهاجن اتاهلت على حساب فريقك بشويه سباكين ومبيضين محاره. اهو النوع ده خصيصا هتلاقيه ادمن صفحات مشجعين مانشستر يونايتد على الفيسبوك. ناس كتير بتفهم ان غرضه الاول في مرضيه مشجعين الفرق الثانيه هي الريتش، لكن لا، احب اقول لك واكد لك ان غرضه الاساسي في المرضيه هي المرضيه، ما يفرقش معاه صفحته تتقفل اصلا، المهم ما يحلش اي مشجع لاي نادي تاني. فاي عم عنتر جبنا خف علينا الله يكرمك، مش هتبقى انت وساخر بتيسي وابو حماده وولف الساركازم اللي مش سايبين حد في حاله. ونختم بالنوع الخامس والاخير لمشجعين مانشستر يونايتد، مانشستر از ريد، خليط ما بين المشجع الثالث والمشجع الرابع، عايش على اوهام وتاريخ الماضي، بس في نفس الوقت عامل خناقه خاصه، خناقه مع مانشستر سيتي على مين يستحق يكون عمده كفر مانشستر مركز 100 بزو. ده يقول مانشستر حمراء، والتاني يقول له عارف ايه هي اللي حمراء؟ وش دي بروين لما يحط فيك الخامس بعد ما هالاند يبلعك هاتريك. كل مره مانشستر سيتي يكسب يطلع المشجع ده يهوهو على السوشيال ميديا، نادي الاموال، نادي المليارات، نادي الخلايجه، نادي الدوله يا كرويف، وهو بيصرف اضعاف مانشستر سيتي الفاجر كل صيف على صفقات تقليد من الصين. وكل ما يكسب ماتش قدام السيتي يقول لك التاريخ انتصر على الاموال، وهو ما بيكسبش السيتي غير لما يكونوا بينافسوا على كاس باب الحاره اللي هو جوارديولا بيراضيهم بالحب كده حفاظا على صحه الراجل الكباره اليكس فيرجسون، تاريخ وشخصيه وبتنجان وصياح والعراقه والكلام اللي ما بياكلش عيش ده. والسيتي اصلا جاب نص بطولاته التاريخيه في الدوري في 13 سنه بس، وجاب واحده من 3 دوري ابطال، ومش بعيد يجيب ال3 كلهم في ال10 سنين الجايه، ال10 سنين اللي مانشستر يونايتد مش هيشم فيهم ريحه دوري ولا ريحه نص نهائي دوري الابطال. ممكن يسلك دوري اوروبي ولا حاجه، درع خيري من هنا على كاس اف اي من هنا. مورينيو لما وصل اليونايتد قال لك بس حرب المدربين وكلاسيكو الدماغ العاليه رجعت، ديربي مانشستر هيحط على كلاسيكو اسبانيا وهنكسر الدنيا. ومورينيو في الاخر قال لك اعظم انجاز عملته في حياتي هو اني وصلت مركز تاني بالتشكيله العره اللي لعبت بيها دي. محدش ينكر ان اليونايتد فريق عريق وفريق تاريخه كبير ومن المفضلين بالنسبه لي، لكن دايما بحب انبه ان المشجع لازم يكون واقعي ويعرف حجمه. مفيش نادي في التاريخ استمر للابد على نفس النسق، لازم تقع وتقوم. قول لي في التعليقات في انواع تانية وتعرف حد من الانواع دي ولا لا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه. كان معاكم محمود عاشري من 5 في عينك، سلام.